أوقفوا الزحف الأسود القادم إليكم، واقطعوا رأس الأفعى الرافضية التي أذنابها عندكم، واعلموا أن المرحلة القادمة مرحلة حرب وصدام حقيقي مع الروافض اللئام، شئتم أم أبيتم. لاني مسلم هذا حالي ما تغير من زمان، من زمن عهد الرسول عشرة عدنا ويا القتال، ما بقت على الارض عدنا ساحة خضرة باي مكان، مرة يذبح مرة يحرق مرة يرمي بالنبال، وهسه شايل بيده جيش وما سلم من عنده جيل، الطفل بس انه ذنبه من يموت بحضن ابوه، هو شاف اللي يقتله بيده رايه وبيها شايل لا اله الا الله، يعني بالحق قاتله، هذا اي دين اللي عندك تجاهد بيه نكاح، ويا حرمه وبيها تدخل يعني كل شرفها راح، لو تصدر بالفتاوى حتى تقتل كل مدافع عنها أرض ما تشوف من شعبها بس جراح، هذا حال بلادي صاير كالجحيم، اللي يقتل واللي يسرق واللي غارق بالفساد، ربي شايف اللي صاير حتى صار الدم مباح، الملش كمال غيرك ربي يرحم هالعباد. فتيقنوا يا أهل السنة أن الروافض لم يتركوا قتالكم وقتلكم حتى ولو رفعتم لهم الراية البيضاء مستسلمين. لا تقل لي انا مسلم، انا اعلم بالرسالة، اسلام طاهر هذا ديني ما يلفه الحثالة، ما تفكر بالديانة قد ما تفكر بالنكاح، مسلمين تحز نحرها تقتل بحج الصلاح، صل صوم زكي وادعي هذا منك بس اريد، لا تقل مشرك اقتل وانت نسلك من يزيد، والله ضيع كل كرامة ما بقت بالقصة عزة، مرة شام ومرة موصل يلا روح وديك غزة، طامع بحكم العراقة هذا حلمك لا تناقش، تدعي الاسلام دين وانت دينك اسمه داعش عندهم رحمة ماكو يعني اشبه بالكلاب، خايف تحرف الصلاة وباكر تسوي هراب، الله من عندكم براءة وانا منكم هم بريء، عني كافش وصورة كل فعل منكم مسيء، يا رسول اليمة تاكل من تفجر هيجي تحلم الرسول بجنة الله، ياهو قال لك عنده مطعم.